الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ده يعتبر يا جماعة من أول فلاتر ركبناها بفضل الله سبحانه وتعالى. بفضل الله بتركب حاجات براندات بتعيش معاك بفضل الله سبحانه وتعالى. نقول بسم الله بقى، عايزين ننظف. هنا صاحب المكان ده دكتور. طبعا أنا بيعمل ايه؟ بيقفل الداخل، شايف؟ اما تركب محابس براندات ما تفكرش في حكايه اللواكيه. طب انا غير المحبس ده يا حاج سامي ازاي؟ هتفك اللاكور ده وتنطر المجموعه دي كلها كده خالص كلها وتلف اللاكور وتغير المحبس. لكن لما تكون مركب محبس براند وانت واثق فيه راجل محترم وصنايعي عارف بتعمل ايه، تمام؟ بتركب حاجه الزبون ينسى حكايه ان غير محبس دي، تمام؟ ليه بيقولوا غير محبس؟ ليه يا حاج سامي؟ دايما الناس السباكين يقولوا غير محبس ازاي؟ غير المحبس ازاي؟ غير المحبس ازاي؟ لان شغالين محابس لواكير مش براندات. والمحابس اللواكير دي مالهاش عمرها بيتقسم بسرعه. فدماغ السباك متبرمجه زي الايه؟ زي البرنامج البروجرام بتاع التليفون كده، متبرمج ان المحبس هيبوظ. لكن محبس تركبه براند وواثق فيه تنسى الحكايه دي، وتفتح الباي باس وتعمل ردود بقى كده قفلنا الدخول. لما افتح ميه من الغسيل هنا هيعمل ردود لوحده. بص كده هتلاقي نفسه بيبيض لوحده، بيبيض باذن الله لوحده. طب ركز كده، بسم الله شايف؟ بيض على طول لوحده، بيض خانات تبيض، خانات جوه تبيض. وقوه الميه دي هي نفس قوه الميه اللي رايحه للشقه. خلاص كده عملنا غسيل، خلاص كده شكرا. نقفل محبسنا بتاع الغسيل وافتح الداخل تاني، تمام؟ ما شاء الله، الله اكبر. كأن الشغل راكب امبارح، اقسم بالله. شوف بقاله كام شهر راكب؟ داخل في حوالي 8-9 شهور تقريبا زي ما هو. محدش بقى يفتي ويقول لي البكتيريا يا حبيبي. حكم البكتيريا مع حكم الماء الراكد. ده مش ماء راكد، ده ماء جاري. الماء الجاري ده عادي جدا. ليه؟ لان عندي مثلا ده السواد ده اسمه اكسيد حديد. انا يهمني في القصه دي كلها ايه؟ يهمني المصفى نفسها. شايف المصفى نفسها عامله ازاي؟ شايف؟ بيور اهي، بقت بيور. شايف بيضه ازاي؟ بيضه خالص. ليه؟ عملت غسيل تلقائي لنفسها. اما اللون ده موجود جوه المواسير البولي، موجود جوه اللاكور، موجود جوه المواتير، موجود جوه المواسير دي. يعني انت همك قوي ده بعلمك ايها الناقد، ماشي؟ همك قوي اللون ده ومش همك المواسير دي. الناس بيشربوا منها لغايه النهارده، شرب لغايه النهارده، ماشي. كل المجاميع دي كلها من جوه صدى. الهم قوي ان بيقول لك ايه؟ هل البكتيريا القاتله داخل؟ الناس مش مذاكره، اقسم بالله العظيم. ناس مش مذاكره وداخله على الصنعه، ناس دخلاء على الصنعه ما يعرفوش يردوا، ومش عارفين الباك جراوند بتاع كل حاجه. كل الحاجات دي كلها البولي ده، حط صبعك جواه كده والحس هتلاقي كله صادم من جواه. البولي اي بولي. فلو انت مذاكر وفاهم كويس زي المعلمين التقال اللي عندي على الصفحه، مش هتقول الكلمه زي دي. تقول لي البكتيريا هتعدي على الفلتر والفلتر جوه البكتيريا كله. طب ما هو بالنسبه لدي الماسوره دي مثلا بقى النهارده داخله سكه 50 سنه الماسوره دي، 50 سنه الماسوره دي. لما حد يتكلم يا جماعه يتكلم عنده علم وخبره، تمام؟ وذاك مش مضيع الصناعات دي او اي صنعه عامه الا الناس اللي معدمه الخبره للاسف الشديد. ادي الشغل بسم الله ما شاء الله. غسلنا في ثانيه واحده والدنيا فله. نهاركم ابيض. ربنا يصحنا وحالكم. صلى على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كتير. مدرسه سامي جدال دايما فيها تطور بفضل الله سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.